تكسب القضية الصحراوية المزيد من التضامن والدعم الدوليين، فيما ينال نظام المخزن المتواطئ خبطا مع النظام الكولونيالي العديد من النكسات والخيبات. ثالثا، تقوم الجزائر وبيدقها البوليزاريو بالاستيلاء بشكل حقير على المساعدات الإنسانية التي تمنحها الوكالات الإنسانية والدول المانحة للسكان المحتجزين. أنا تعرضت للسجن وعذبت في السجن وعندي إعاقة في رجلي بسبب التعذيب، وعندما غادرت الجزائر طرقت كل الأبواب، أبواب المنظمات ومنها أبواب الأمم المتحدة التي نجح في إصدار قرار لإدانة، للأسف إدانة للجزائر وليس للنظام. تكسب القضية الصحراوية المزيد من التضامن والدعم الدوليين، فيما ينال نظام المخزن المتواطئ خبطا مع النظام الكولونيالي العديد من النكسات والخيبات. في مذبح الإمبريالية الفرنسية، عنوان مقال لموقع فرنسي سلط الضوء على تواطؤ الدولة الفرنسية مع النظام المخزني المتسلط. كاتبة المقال أكدت أن فرنسا قد جعلت هذا التواطؤ أكثر سخرية وخزيا، وأن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي نتاج لوب مؤسسات فرنسية تسعى للحصول على مزايا تفضيلية لإبرام صفقات والاستفادة من ثروات الصحراء الغربية. هذا وتواصل دول أخرى دعمها للقضية الصحراوية، حيث أكد رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية البوليفارية الفنزويلية دعم بلاده لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. إلى هنا لم يتوقف العدوان المغربي الممنهج على الشعب الصحراوي، حيث وجهت هيئات صحراوية ومنظمات حقوقية نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة من أجل حماية الطفولة في الأراضي المحتلة والتحقيق في كافة الانتهاكات الجسيمة والخروقات التي يتعرض لها الأطفال الصحراويون في تعد واضح وصارخ على كل المواثيق الدولية. ونظام المخزن الذي يدعي نفاقا مرافعته عن حقوق الإنسان تنكشف أكاذيبه اليوم، أكاذيب بل جرم وتعذيب في حق حقوقيين ومدافعين عن القضايا التحررية. تعدت جرائم المخزن كل الخطوط الحمراء، وكان أسوأها السمعة السيئة لأكثر السجون رعبا في العالم. السجون المغربية التي تجاوزت جحيم سجني غوانتانامو ومندوزا ممن عرفوا في التاريخ بتعاملاتهم اللا إنسانية لم يرتقوا حتى إلى أبسط مفاهيم الممارسات البشعة في السجون المغربية. الإعلام الغربي سلط في عدة مناسبات الضوء على ما يحدث خلف جدران السجون في المغرب، والموقع الإعلامي البلجيكي المعروف ببين السطور تعرض في أحد مقالاته إلى واحدة من الحالات التي عانت من جحيم سجون المغرب. الكاتب والمعارض علي أعراس، أحد الأصوات المنتقدة للنظام المغربي، قبع لمدة 2 في غياهب سجون المغرب بعد اتهامات مغلوطة صادرة عن مصالح استعلامات مغربية أبت إلا أن توقفه باعتباره رجلا شديد الانتقاد للقمع الدموي لثورة الخبز والكرامة في الريف المغربي. وانا تنطلع على واحد الشرجم تنشوف كل ورش كل دايز والطرفق منهم تيجيبهم بحال الحواله بحال البهيمه تيجيبهم وبالضرب والشكل والمينوطير لور وتيدخلوهم في كل واحد في الزنزانه ديالو. المقال الذي صدر تحت عنوان نظرة على المغرب من سجونه سلط الضوء أيضا على آخرين من أمثال علي أعراس يتكدسون في سجون المغربية من متهمين ظلما بالإرهاب ومقاومين صحراويين ومحتجين مغربيين ومدنيين في إطار الحق العام، حيث يتم تسليمهم لأشرس الحراس قادرين على القيام بأبشع الانتهاكات في حق السجناء. فعلى غرار منع الطعام والبرد وسوء النظافة يعاني المساجين أيضا من العزل الذي يعد شكلا من أشكال التعذيب الأكثر فظاعة. استمرار الانتهاكات والمعاملات غير الإنسانية وعدم تطور الطاقة الاستيعابية البيداغوجية بالسجون المغربية زاد وفاقم من معاناة المساجين، خاصة وأن النظام المخزني هو القاضي والجلاد وهو القانون وما فوق القانون. ثالثا،
تقوم الجزائر وبيدقها البوليزاريو باستيلاء بشكل حقير على المساعدات الإنسانية التي تمنحها الوكالات الإنسانية والدول المانحة للسكان المحتجزين، اختلاس الممنهج والمنظم وتحويل المساعدة الجزائر في جميع التقييمات وأولويات الرصد لما يسمى البلد المضيف، وهذا ليس مفاجئا إذ أنها وهي فاشلة في حماية المواطنين الجزائريين كما أشار إليها مرارا وتكرارا العديد من المقررين الخاصين، فلن تخجل من الانتهاكات ضد السكان المعزولين الذين يعيشون في مخيمات تندوف. لقد تم اعتماد القرار هذه السنة والجزائر عضو في مجلس الأمن، ولم تمكنها عضويتها تلك من تغيير ولا حتى كلمة ولا فاصلة من نص القرار، وهذا إن دل فإنما يدل على ضعف دبلوماسيتها وقلة حيلتها وانسداد أفقها حيال مسألة الصحراء المغربية. ولعل رفض أعضاء مجلس الأمن تعديلات المقترحة من طرف الجزائر لتغيير نص القرار. الرئيس، لا يسعني إلا أن أرد مجددا على ممثل الجزائر الذي يحاول جاهدا وبطريقة بئيسة بسياسة ذر الرماد في العيون لإخفاء انتهاكات بلده في مخيمات تندوف. في حقيقة الأمر تحاول الجزائر ببؤس تصوير نفسها على أنها جهة فاعلة مسؤولة في العمل الإنساني من خلال الادعاء استقبال ما يسمى باللاجئين الصحراويين. الحقيقة شيء مغاير، فالجزائر لا ترحب بسكان مخيمات تندوف بل تقوم بعزلهم ضد إرادتهم. الجزائر لا تحمي حقوق هؤلاء السكان بما في ذلك الأطفال بل تقوم باستغلالهم، وخصوصا قضية تسخير تجنيد الأطفال في المخيمات. الجزائر لا تقدم مساعدات إنسانية لهؤلاء السكان المحتجزين بل تحرمهم منها عن طريق تحويل المساعدات الدولية واختلاسها مع تواطؤ المسؤولين الجزائريين ودميتهم البوليساريو، واللائحة طويلة ولكن لضيق الوقت سأتوقف هنا. وأختم ردي باقتباس من الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجه مساء أمس إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 49 الخالدة للمسيرة الخضراء المظفرة، وأقتبس: الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي، وبموازاة ما هذا الوضع الشرعي والطبيعي هناك مع الأسف عالم آخر منفصل عن الحقيقة ما زال يعيش على أوهام الماضي ويتشبت بأطروحات تجاوزها الزمن. فهناك من يطالب بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف ويأخذهم كرهائن في ظروف يرثى لها من الذل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق. وهناك من يستغل قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي، وهناك من يستغل قضية الصحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة. نهاية الاقتباس، وشكرا. أنا تعرضت للسجن وعذبت في السجن وعندي إعاقة في رجلي بسبب التعذيب، وعندما غادرت الجزائر طرقت كل الأبواب، أبواب المنظمات ومنها أبواب الأمم المتحدة التي نجح في إصدار قرار لإدانة، للأسف إدانة للجزائر وليس للنظام. شاركت من قبل في إعداد تقرير حول التعذيب في سجون الجزائر، وكان تقرير شهادات حية من داخل السجون كنت أنا شاهد عيان عليها. عفوا، ضع المشاهد في الصورة حين يدخل أو يدخلون الفرد إلى مقر المخابرات أو مقر الدي ار اس. نعم. اعتقد دي ار اس. نعم، دي ار اس. مثلا عينة من اشكال هذا التعذيب. مثلا انا شخصيا مريت على مخابر دي ار اس، فيتم سلخ الجلد وحرق الاعضاء واستهداف، يعني هذا حالتي تعتبر بسيطة مقارنة مع الحالات التي كنت شاهد عليها. وقد التقيت كثير من الناس، بينهم اللي بقى 3 سنوات 4 سنوات وهو في مخابر المخابرات، وبعد ذلك يتم تقديمه إلى القضاء على أساس أنه تم توقيفه حديثا، خاصة أولئك الذين يأتون بهم من الخارج أو يتم توقيفهم في إطار ما تسمى تهم الإرهاب وما إلى ذلك. لن يكتفوا بهذا بل يتم تقديمه للقضاء، وإذا شخص أنكر أو قال بأنني تعرضت للتعذيب
يأمر القاضي بتحويل هؤلاء المساجين إلى السجن، لا يتم أخذهم إلى السجن، يتم مباشرة أخذهم إلى مخافر المخابرات ويتم تعذيبهم. بل أسوأ من هذا، حتى المساجين أحيانا يأتي ضباط المخابرات ويزورون السجون ويدخلون إلى غرف العيادة ويتم استدعاء مساجين على أساس أنهم مرضى ويتم تعذيبهم في قاعات العلاج على سرير التمريض. بل في حتى عند طبيب الأسنان يتم قلع بعض الضروس أو الأسنان بطريقة وحشية وفاشية، بينهم من حدث لهم مكروه وبينهم من صاروا يعذبون حتى ماتوا وما إلى ذلك. البعض قالوا بأن قيل وقرأنا بعض التقارير المسربة طبعا والتي تتحدث عن التهديد في الشرف، هل هذا صحيح؟ نعم، بل أكثر من هذا، أنه يتم اغتصاب المساجين والسجينات أيضا والمعتقلين، هذا يتم اغتصابهم من طرف الذكور. بل أكثر من ذلك، عندهم تيس يسموه التيس السوري، هذا التيس تم تدريبه على اغتصاب الرجال، وجابوه من سوريا من مخافر فرع فلسطين والأمن السياسي التابعين لنظام الأسد، جايبينهم هناك ومتدربين على اغتصاب الرجال، فضلا عن حالات أخرى يندى لها الجبين. وأنا التقيت مع أشخاص ما زالوا يقبعون في السجون إلى يومنا هذا، فيهم حتى اللي نزعوا له أكرمكم الله ذكروا تحت التعذيب. ونذكر في هذا السجين مباركي المحكوم عليه بالمؤبد، والذي هو حارس السجن اتهموه بالمشاركة في مجزرة سركاجي، عذبوه وعملوا فيه ما عملوا. مرة تكلمت عليه في أحد الفضائيات فأخرجوه هو شخصيا، أرسلوا له صحافي وقال بأنه كذا وكذا، وحاولوا به أن ينكروا هذه التهمة. إلى يومنا هذا يقبع في السجن منذ عام 95 أو 94 إلى يومنا هذا، وهو تعرض إلى ما أعف لساني من وصف الحالة التي تعرض إليها. ويوجد الكثيرون من ماتوا على مائدة التعذيب. مررت بسجن البريدة العسكري في 97، كنت مسجون هناك، كانوا معنا جلادين كانوا أصيبوا بهوس بسبب التعذيب، كانوا معنا ويحكوا لنا ماذا كانوا يفعلون في مخافر المخابرات. يعني تعتبر مسالخ بشرية بمعنى الكلمة. بقطع النظر عن البلد الذي تتواجدون فيه الآن، هل أبلغتم السلطات الأوروبية، سلطات الاتحاد الأوروبي، بهذه الجرائم وما يرتكب والشهادات الحية التي تتوفرون عليها؟ أنا شخصيا قمت بكل الإجراءات، بلغت الأمم المتحدة، رفعت شكوى عند الأمم المتحدة، أعددت تقارير مع منظمات، عملنا مراسلات فيها منظمات أخرى أيضا قامت بهذا الأمر، في كثير من الأمور مشت. ولكن تعلم مسألة المصالح دائما تقضي على الحقوق في مثل هذه القضايا. لكن الملف الحقوقي الجزائري أسود بمعنى الكلمة، سواء بالنسبة للرأي الآخر، سواء بالنسبة للسجون والمعتقلات. صار إنسان يكتب كلمة في الفيسبوك يعبر حتى عن وجعه الشخصي بسبب مسألة يمر بها. وأنا شخصيا عندي ابن شقيقتي كتب في الفيسبوك شيء ضد مدير مؤسسة يشتغل فيها، وجد نفسه متهم بالإرهاب. صار الرأي الآخر إرهاب، وخاصة في السنوات الأخيرة منذ سيطر شنقريحة على الحكم ومعه تبون طبعا كأداة في يد العسكر. والجزائر تعرف انهيار أخلاقي وانهيار حقوقي غير مسبوق، وهذا الذي يجب أن تتحرك له المنظمات الدولية، لأنه هذا الملف الحقوقي ما يجب الصمت عنه، خاصة أنه يوجد من يقبع في السجن من سنة 92 ظلما وعدوانا إلى يومنا هذا، اتهموهم بالإرهاب وهم كانوا ينتمون إلى حزب آنذاك كان معتمد، وحكموا عليهم أحكام قاسية عن طريق محكمة خاصة يقودها عسكر وتقودها الأجهزة الأمنية، ولحد الآن يقبعون، والكثير منهم توفي بسبب أمراض، وهناك من فقد بصره، وهناك من فقد جميع أهله. ولكن ليومنا هذا ما زالوا يقبعون في السجون لتهم سياسية. فالجزائر فيها مساجين رأي ومساجين سياسيين منذ التسعينات إلى يومنا هذا. حقيقة أنه كثير من المنظمات مخترقة، وهناك منظمات أيضا تقوم بعملها ولكنها ضعيفة، ليس لديها تأثير، لأنه مجال حقوق الإنسان مجال مفتوح. وهناك أيضا منظمات تم شراء ذمتها، وهناك منظمات تم صناعتها أصلا كمنظمات ضرار إن صح التعبير، تحاول أن تبيض وجه النظام على أساس أنه يحترم الحقوق والحريات وما إلى ذلك من هذه الأمور. هذه كلها موجودة، ولكن العمل
ما زال متواصل. والمنظمات فيما هو إجماع في أحد المرات أكثر من 80 منظمة وحدها طالبوا النظام الجزائري بالإفراج عن معتقلي الرأي. يعني فيه ما يشبه الإجماع بين منظمات حقوق الإنسان العالمية وخاصة تلك التي لديها ثقل ولديها مصداقية على مسألة سواد سجل النظام. ولكن مشكلة النظام الجزائري لما يتكلم مثلا منظمة العفو الدولية عن واقع حقوق الإنسان يطلع مثل تبون، وماذا يقول؟ يقول بأنه كيف تركوا فلسطين ويحكوا عن الجزائر. يعني ما دام عندنا شيء اسمه فلسطين وفيها انتهاكات حقوق الانسان خلاص نخلوا العسكر يذبحوا الجزائريين ويسجنوهم ويعذبوهم ويختطفونهم وما الى ذلك من هذه الامور. انا اعتقد بانه النظام يعمل على شراء الذمم، النظام اصلا عايش بشراء الذمم على مدار عقود، ولكن لا نستطيع ان نوجه التهم لكل المنظمات. فيها منظمات كثيرة قامت بواجبها، راسلت الهيئات الدولية، ولكن عندما تصل إلى منعطف معين تقف هذه الأشياء. وأنا أذكر في هذا السياق أنا لما كنت في السجن جاء الصليب الأحمر، وهو ليس منظمة تبع حقوق الإنسان وتبع الانتهاكات، تشوف بعض الأمور خاصة عن معيشة المساجين، لا جابوهم للسجن وجابوا حراس سجون ألبسوا لهم على أساس أنهم سجون مساجين وأدخلوهم في بعض الباحات، وجابوا هذوك تبع الصليب الأحمر شافوهم على أساس أنهم مساجين. في أحد المرات أنا خارج وجدت عناصر من الصليب الأحمر فاشتكيت لهم وأعطيتهم كل المعلومات على اسمي وما تعرضت له من تعذيب وانتهاكات، فسجلوا اسمي. وبعد ذلك عندما غادروا تعرضت إلى عقوبة العزل لمدة أسبوعين وأنا في زنزانة انفرادية. ولكن عندما غادرت الجزائر اتصلت بالصليب الأحمر، ممثل الصليب الأحمر في باريس، ومنذ ذلك وذاك قام بمراسلة المديرية تبعهم العامة، فأعطوني وثيقة فيها كل المحاضر التي تكلمت عنها أنا شخصيا. ومن خلال منبركم الكريم أقول للمساجين وأهالي المساجين عندما يلتقي المسجون مع أي جهة منظمة عليه أن يبلغه بما رأى، حتى إذا لم يفعل له شيء هناك فإنه سيجد فيما بعد آثار تلك الكلمات وتلك المعلومات التي قدمها إلى ممثلي خاصة الصليب الأحمر، وقد يستفيد منها لاحقا تلك الوثيقة ويستعملها في الملاحقة الدولية من أجل استرجاع حقوقه. فيها الأمور تبع المنظمات معروفة، فهناك الكثير مما يمكن أن يقال في هذا الموضوع. بالعودة إلى موضوع التعذيب دكتور مالك، دكتور أنور مالك، استمرت يقول تقرير لمنظمة العفو الدولية استمرت السلطات القضائية في تجاهل شهادات التعذيب، وهذا يؤكد كلامك، التي أدلي بها في المحكمة. ففي يوليو تموز عام 2023 حكمت إحدى المحاكم في الجزائر العاصمة على محمد بن حليمة، وهو عسكري سابق وكاشف عن المخالفات، بالسجن 7 سنوات وبغرامة. وكان محمد بن حليمة قد طلب اللجوء في إسبانيا عام 1919 قبل تسليمه إلى الجزائر عام 2021. وخلال جلسة محاكمة عقدت في 12 من يوليو تموز أخبر القاضي بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عذبوه بتجريده من ملابسه وتقييد ساقيه ويديه وصب الماء البارد عليه، وقال إنه تعرض أيضا للتحرش الجنسي والضرب والتهديد، ولم يأمر القاضي بإجراء تحقيق في هذه المزاعم. هذا بشكل أو بآخر يؤكد صدقية أو صدق كلامكم أخي أنور. الآن أنتقل إلى الجانب الآخر، إلى الضفة. التعليق في هذا الجانب اللي ذكرته هذا الأخ بن حليمة، خليني أضيف واحدة المعلومة. هو بالفعل تعرض إلى تعذيب كبير. أمر آخر، ارتكبت إسبانيا غلطة كبرى في تسليمه، حتى لو كان ارتكب أخطاء في مسألة الإجراءات اللجوء فإن تسليمه للجزائر كان انتهاك للقانون، لأنه كان محكوم عليه حتى بالإعدام، محكوم عليه بالإعدام وعليه عدة أحكام قضائية، وتعرض إلى تعذيب كبير هو، وأيضا سبقه محمد عبد الله أيضا دركي سابق تم تسليمه للجزائر وبدوره تعرض إلى تعذيب بشع. فإسبانيا بلا أدنى شك ما قامت به يتنافى مع الالتزامات الدولية التي تقول حتى أنه في حالة عدم منح أشخاص اللجوء فلا يجب إرجاعهم بالقوة أمور تحت الطاولة. فهذا كان خطأ جسيم ارتكبته إسبانيا بحق هؤلاء الذين يدفعون ثمن كبير في سجون الجزائر. أولا وقبل كل شيء لنسلم جدلا
أولا نسلم جدلا أن الذين يقومون بتعذيبهم واستنطاقهم هم عناصر البوليزاريو، لكن هذا الفعل يقع على أرض الجزائر، والبوليزاريو تبقى عبارة عن ميليشيا مسلحة في نظر القانون الدولي، لم توقع على أي التزام ولا ميثاق ولا قانون دولي، فهي غير معنية بالقوانين الدولية. معناها أي فعل يقوم به عناصر البوليزاريو هم تتحمل مسؤوليته الدولة الجزائرية، لأنهم يتواجدون على الأراضي الجزائرية. أمر آخر أن ممارسة البوليزاريو لسلطتها على مخيمات في أرض أخرى غير أرضهم يعتبر انتهاك للقانون وتعتبر سلطة موازية. الأمر الثالث أن وجود الناس أصلا في المخيمات وجود غير شرعي، فهم في حكم الرهائن بمعنى الكلمة، فهم محاصرون بجيش تابع للبوليزاريو ميليشيات البوليزاريو، ثم بعد ذلك محاصرين أيضا بالجيش الجزائري، ولا يحق لهم المغادرة ولا أي شيء من هذا القبيل. معناه أن وجودهم في ظل وجود أمن في مناطقهم لا توجد حرب أصلا ولا مخاطر عليهم، لأن هؤلاء في حكم اللجوء الإنساني، واللجوء الإنساني يكون قائم في حالة واحدة عندما تكون الأراضي التي ينتمون إليها فيها مخاطر حرب. هذه الحرب غير موجودة. أمر آخر عدم السماح لهم بالمغادرة والسفر إلا بإذن وواحد الأساليب استخباراتية عنيفة. كل هذه تجعل الدولة الجزائرية متورطة من رأسها إلى خمس قدمها. إلى جانب آخر أنا عندي معلومات بأن الكثير من العناصر الذين تم أسرهم، حتى عناصر صحراويين ممن يتمردون على البوليزاريو، يخضعون للتحقيق لدى البوليزاريو، وبينهم من يتم تحقيق معهم لدى المخابرات الجزائرية، بل أن هناك مقابر جماعية، مواقع مقابر جماعية في تندوف. الأمر الآخر هناك مختطفين مختفين يجهل أهاليهم مصيرهم إلى يومنا هذا، وفيهم من هم دكاترة برتبة الدكتور سجنوهم وأخذوهم، وبعد ذلك لم يظهر عليهم أي خبر إلى حد الآن، لأنه تهمتهم فقط أنهم عارضوا إبراهيم، ما يسمى إبراهيم غالي. هذا الشخص عارضوه فتواطأ وتعامل مع المخابرات، وتم اختطافهم وقتلهم ودفنهم في أماكن أخرى. لذلك ملف المخيمات ملف ثقيل جدا من حيث حقوق الإنسان، ويحتاج إلى أن تتحرك جهة أممية للنظر في هذا الملف، لظاهرة الاغتصابات، ظاهرة بيع حتى البشر، جب عبيد من دول إفريقية ما عندهم مأوى ولا أي شيء، أدخلوهم هناك يعاملون كالعبيد ويتم احتسابهم على أساس أنهم صحراويين. كاين كثير من الأمور السيئة جدا في مسألة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، التي هي وصمة عار في جبين أولا الجزائر، ثم في جبين المجتمع الدولي، اللي خلى سكان أبرياء عبارة عن رهائن لدى ميليشيا مسلحة ليس لديها أي قيمة ولا ثقل ولا اعتراف دولي.